ازاي العذراء مريم وقفت وسط أصعب لحظات حياتها من غير ما تنهار. ازاي صبرها بقى قوة مش ضعف. العذراء مريم مش بس أم يسوع، دي مدرسة صبر حقيقي. في وقت الناس كلها كانت مستنية المخلص، هي صبرت سنين طويلة ومستنية تتم كلمة ربنا. لما جت اللحظة، لحظة الصلب، أصعب منظر ممكن أي أم تشوفه، هي ما وقعتش لكن وقفت عند رجلين المصلوب، ودموعها بتنزل في هدوء، صبرة ومؤمنة إن الألم مش نهاية، ده طريق قيامة حقيقية. عارفة إيه اللي يخلي صبر العذراء مريم مختلف؟ إنه مش صبر مستسلم، لأ، ده صبر مليان رجاء. يعني مش واقفة تحت الصليب وبتقول ليه يا رب، لأ، دي واقفة تقول ليكن لي كقولك. هي متأكدة إن بعد الجمعة العظيمة فيه فجر وحد القيامة، وإن بعد الدموع هيجي الفرح. إحنا ساعات بنشوف كلمة صبر وكأنها ضعف أو عجز، ولكن العذراء علمتنا إن الصبر قوة. قوة إنك تكمل رغم التعب، قوة إنك تسكت وتسيب ربنا يرد عنك، قوة إنك تمسك في وعد ربنا حتى لو الصورة كلها قدامك سودة. وده اللي يخلي العذراء تبقى قدوة مش بس للنساء ولكن لكل شخص فينا. تخيل معايا العذراء واقفة وهي شايفة ابنها على الصليب. أي قلب بشري كان ممكن يصرخ أو ينهار، ولكن قلبها اختار الصمت والصبر. والسكوت هنا مش عجز، ده إيمان. إيمان إن اللي بيحصل مش نهاية، ده بداية جديدة لخلاص العالم. احنا لما بنتعب أو بنمر بضيقة، العذراء بتعلمنا نصبر زيها، نفتكر إن اللي عند ربنا مش بيتأخر، وإن الدموع اللي بتنزل النهاردة هتتحول بكرة الفرح. صبر العذراء مش حكاية قديمة، ده رسالة لينا النهاردة، نستنى ربنا وهو مش هيسيبنا ولا لحظة. يا ترى إيه اللي كان بيدي العذراء القوة؟ اللي مديها القوة مش نفسها ولا قدرتها كبشر، ولكن علاقتها القوية بالله. اللي يعرف ربنا كويس يقدر يصبر، اللي شايف بإيمانه إن في حياة بعد الموت عمره ما ينهزم قدام أي صليب. وده سر العذراء، إنها كانت شايفة ما وراء الألم. يمكن كلنا بنمر بلحظات نقول فيها مش قادر استحمل أكتر من كده، ولكن العذراء بتقول لنا استحمل مش بقوتك ولكن بقوة اللي ساكن فيك. ربنا مش سايبك لوحدك، زي ما سابش العذراء وسط الضلمة. حتى لو الناس كلها مش شايفة رجاء، العذراء شايفة، وانت كمان تقدر تشوف بقوة إيمانك. الصبر مش بس إنك تستنى، الصبر إنك تستنى بإيمان. في فرق بين اللي بيعدي الوقت وهو متذمر وبين اللي بيعدي الوقت وهو مطمن. العذراء كانت مطمنة لأن وعد ربنا بالنسبة ليها كان أكتر من كلمات، كانت حياة. وده اللي محتاجين نتعلمه، نصبر ونستنى وعوده من غير ما نفقد سلامنا. عارف ايه كمان يفرق في صبر العذراء؟ انها مركزتش على نفسها ولا على وجعها، ولكن ركزت على ربنا. في وقت الألم اللي بيركز على نفسه بيغرق، ولكن اللي بيركز على الله بيقوم. العذراء صبرت وعلمتنا ان الحل مش في السؤال ليه، ولكن في التسليم، ليكن لي كقولك. احنا ساعات بنفتكر ان الصبر معناه ان المشكلة تختفي، ولكن الحقيقة الصبر معناه ان ربنا يثبتك جوه المشكلة لحد ما يحولها الخير. زي ما صبر العذراء ملغاش الصليب، ولكن خلى الصليب يتحول لقيامة وخلاص. يعني اللي انت فيه دلوقتي ممكن يبقى بداية معجزة جديدة لو صدقت وصبرت. الصبر بيولد قوة داخلية، مش أي قوة ولكن قوة روحية، قوة تخليك ما تتكسرش مهما حصل، قوة تخليك تثبت وانت واقف وسط العاصفة. العذراء صبرت فطلعت أقوى، وصارت هي المثال اللي كل العالم لحد النهاردة بيبصله ويقول ده صبر من نوع مختلف. الصبر اللي ما تسند على الله عمره ما بينهزم. وانت كمان تقدر تعيش نفس الصبر، بس بشرط انك ما تعتمدش على نفسك ولكن تسند على لسند العذراء. خليها مثال ليك وخلي صبرها درس يعلمك
إن بعد الليل فيه فجر، وبعد الألم فيه قيامة. وخلي رجائك ثابت، وصدق إن الله أمين، وهيحول كل وجع لخير عظيم. لو اتشجعت بكلام العذراء النهاردة، افتكر إن الرسالة دي مش ليك لوحدك، ولكن لكتير محتاجين يسمعوها. اعمل لايك وشير علشان الكلمة توصل، واكتب لي في كومنت اكتر موقف احتجت فيه قوة وصبر وربنا وقف معاك. ولو لسه ما اشتركتش في الصفحة على الفيسبوك او قناة على اليوتيوب، اشترك دلوقتي وفعل الجرس علشان يوصلك كل فيديو جديد من سلسلة فضائل العذراء. بركة العذراء تكون معايا ومعاكم.